بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إلى جميع الخونة والمتآمرين الذين يحضرون لجنيف 3، أي مفاوضات والطيران الروسي يسطر بطولاته ضد الأبرياء والمدنيين، أي مفاوضات والقتل والدمار في كل لحظة، أي مفاوضات، ولم يبقى مرتزقة في العالم إلا وحضرتها إلا سوريا. نحن نقول الشعب السوري ليس بعد رب العالمين، لسنا بحاجة إلى مفاوضاتكم، ستكون الكلمة الله أكبر، والحد الفيصل بيننا الطلقة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تقوم جميع الفصائل في محافظة درعا باستعادة مدينة الشيخ مسكين من الطغاة والمجوس والإيرانيين وحزب الله وجميع الذين قاموا بمساعدة هذا النظام الطاغي. والله ولي التوفيق. تكبير! الله أكبر! الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين. تقوم فصائل عاملة في مدينة حوران بالتصدي لإصابات الأسد في مدينة الشيخ مسكين، وإن شاء الله اليوم الجمعة سندخل الشيخ مسكين إن شاء الله. ولله الحمد، فصائل حوران تستعد للهجوم على الشيخ مسكين، ولن نخذل الشعب السوري إن شاء الله ما دام فينا نفس يطلع إن شاء الله. لن نخذلهم ولم نخذل المشردين والمهجرين، كله راح يرجع على بيوته إن شاء الله منصورين بإذن الله تعالى. نحن فصائل حوران نستعد لتحرير مدينة الشيخ مسكين ردا على الكلب الرئيس الروسي، ردا على كل من تآمر على الشعب السوري. يعني هم مفكرين انه تحررت الشيخ مسكين، يعني مش اكثر من 950 فطيس راح بالشيخ مسكين. كم غارة روسية انضربت بالشيخ مسكين، وان شاء الله هذا كله نصر لنا، كله بفضل رب العالمين. هذا نصر لنا، ومثل ما اخذناها بالاول راح ناخذها بالثاني مره، وراح ناخذ اللي بعدها وبعون رب العالمين ان شاء الله. وخلي عينكم دائما بعين رب العالمين، وتوكلوا على الله، لا عرايه ولا على حدا، توكل على الله، والله رب العالمين غير يوفقك. الله اكبر والعزة. استعداد التحضير للسيطرة على الشيخ مسكين من النظام المجوسي بإذن الله منصور بإذن الله تعالى. بعد سيطرة النظام على الشيخ مسكين تصر فصائل الجيش الحر على تحرير الشيخ مسكين، ويقولون كعادتهم كما حررناها أول مرة سوف نحررها ثاني مرة. إن ما حدث في الشيخ مسكين هي خسارة للنظام وليست مربح، حيث خسروا أكثر من 900 فطيس من كلاب الأسد ومن شبيحتهم. الآن فصائل الجيش الحر تعلن معركة تحرير الشيخ مسكين دون المسميات، دون تسمية رايات وفصائل، إنما فصائل حوران والجولان تجتمع في الجنوب السوري لتحرير الشيخ مسكين انطلاقا إلى معارك أخرى.